السلام عليكم، أهلا بكم معايا فيديو جديد على قناتي مطبخ ياسمينة. فيديو النهاردة فيديو حلو جدا، هنعمل مع بعض رموش الست بطريقة سهلة وبسيطة وطعمها بجد بيطلع حلو جدا. حلويات رمضان ولازم بقى نجرب كل يوم وصفة جديدة ونعمل حاجات حلوة في رمضان. يلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا على طول. أول حاجة أنا حطيت كوباية إلا ربع من، ممكن تستخدمي سمنة أو زبدة. أنا استخدمت زبدة، حطيت كوباية إلا ربع من الزبدة وعليها نص كوباية من السكر البودر، وقلبتهم كويس جدا بالمضرب، وبعد كده نزلت عليهم ببيضة وشوية من الفانيليا. تمام. هنبتدي نجهز المواد الجافة. عندنا كوبايتين إلا ربع من الدقيق المنخول، وعليهم نص كوباية من دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسة، وعليهم معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر. بننزل بقى بالمكونات الجافة دي كده على الخليط اللي احنا ضربناه بالمضرب الكهربائي كويس جدا لحد ما اختلط مع بعضه، وبتبقى بقى عندنا عجينة. ببتدي ان انا آم، افضل بقى اضرب فيهم، اعجن فيهم كويس جدا لحد ما يكونوا معايا عجينة طرية. ببتدي ان انا اشكلها بقى الشكل بتاع الرموش بتاعة الست. سهلة جدًا والعجينة بتبقى طرية وتشكيلها بيبقى سهل جدًا. كل اللي إحنا بنعمله بنعملها كده، بنرفّع الجوانب كده بالشكل ده، وبتبقى معايا عاملة زي الرموش بالضبط أو زي العين يعني. فبتبقى معايا بالشكل ده. بالشوكة بقى باضغط بس عليها ضغطة بسيطة كده، رصيتها كده كلها في الصينية كده بالشكل ده. ما كنتش ماسحاها أي مادة دهنية ولا أي حاجة. بس كده بابتدي إن أنا بعد ما خلّصت بقى العجينة كلّها بالشكل ده، بدأت إن أنا أدهن وشّها البيض. يعني أنا وأنا باستخدم البيضة شِلت شوية بس صغنّنين كده على جنب، لإن كده بيتبقى ومش بنعمل بيه حاجة يعني في الآخر. فأخدت زي معلقة بس كده من البيضة اللي أنا حطيتها عليها ومسحت الوش بالشكل ده. طبعًا كنت مشغّلة الفرن بتاعي لحد ما يسخن، ودخّلتها لحد بقى ما أخدت اللون الدهبي من تحت. شغّلت الشواية أخدت لون بسيط من فوق. بانقلها بقى في الصينية كده، بارصّها في صينية صغيّرة يعني على قد الكمية، علشان أبتدي بقى أسقّيها بالشربات. طبعًا السيرب بتاعها بيكون تقيل، يعني كوباية السكر عليها كوباية المَيّة. تمام، ده يخلّي السيرب يطلع تقيل. بس بندّي له كده غلوتين 3 كده على النار، وطبعًا مع عصرة نُص ليمونة. بس كده بيبقى جاهز معانا. باسيبه بقى على جنب لحد ما يبرد. يعني أنا علشان أعملها باكون عاملة الشربات أو السيرب وباسيبه على جنب كده لحد ما يبرد. بعد كده بابتدي بقى إن أنا أشتغل فيها، على طبعًا ما باخلّصها بيكون السيرب بتاعنا أو الشربات بتاعنا بيكون بارد تمامًا. نقلتها كده في صواني صغنّنة يعني علشان تاخد الشربات بتاعها، وتبقى محكمة يعني، لإن الصاج الكبير ده الشربات طبعًا هيبقى بعيد عنها وكده، فما كانتش هتشرب الشربات كويس. فنقلتها كده جنب بعض، رصيتها كده بالشكل ده، وحطيت ليها بقى الشربات بتاعها عشان تتشربوا كده بالشكل ده. بانقلها بقى في الورق كده للتقديم. سهلة جدًا، وعايزة أقول لكم إن هي طعمها بجد حلو جدًا، طرية ومقرمشة قرمشة بسيطة كده، ومن جوّه طرية وبجد بتدوب دوبان. يعني عايزة أقول لكم إن هي فعلًا طعمها، أنا يعني كنت أول مرّة باجرّبها، وكنت مترددة جدًا إن أنا أجرّبها، بس بجد لمّا جرّبتها حبيتها جدًا. فمش هابطّل أعملها بالطريقة دي إن شاء الله بعد كده. بُصّوا بقى، رصيتها بقى كلّها كده في الورق بالشكل ده عشان تسهّل عليّا بقى التقديم، لو إحنا هنقدّمها يعني تسهّل عليّا التقديم. أنا كنت عاملاها في أطباق. طبعًا لسه هانزّل لكم إن شاء الله الفيديوهات بتاعة الأطباق اللي أنا عملتها. فعلشان تسهّل عليّا بقى إن أنا أحطّها في الأطباق كده، تبقى شكلها شيك وتقديمها يكون سهل وبسيط. حطيت عليها كده مكسرات من فوق، شوية فستق كده من فوق بالشكل ده. بس كده سهلة وبسيطة وشكلها بيكون حلو جدًا.
برصها بقى في الطبق كده للتقديم. شكلها حلو جدا، ده الشكل النهائي لرموش الست بتاعتنا، بجد حلوة جدا. علشان اعمل الاطباق، لو انت هتعملي اطباق اللي هي الشرقي دي، بتبقى في حاجات اللي هي بتبتدي بيها، ان هي لان احنا مثلا هنعملهم هياخدوا مننا يوم او اتنين. ففي حاجات ببتدي بيها زي ايه، مثلا انا اول ما بدأت ان انا اعمله، بدأت بالبسبوسة. اول حاجة عملتها، لان البسبوسة كده كده لازم تبات. تاني حاجة عملتها اللي هي رموش الست دي، فاللي هي الحاجات اللي بتعمليها وتبات تبتدي بيها. اخر حاجة بقى اللي هو مثلا في يوميها بقى ممكن تعملي اللي هي الكنافة، الجلاش، الحاجات اللي هي تبقى يعني يعني اللي هي تبقى جاهزة، اللي هي في يوميها يعني، فاهماني، او تبات مثلا يوم او حاجة. فلو بتجهزي بقى حاجات كتير، بتبتدي بالحاجات اللي عادي لو تقعد معانا يعني، تبات معانا او تقعد معانا كام يوم عادي، ما فيش اي مشكلة. فانا بدأت بالبسبوسة وبدأت برموش الست. شوفوا بقى شكلها من جوه بجد حلوة جدا. بصوا بقى طرية، فيها قرمشة يعني سنة قرمشة كده من بره، بس من جوه دايبة وحلوة جدا. جربوها بجد بالطريقة دي، سهلة وبسيطة، وهتطلع معاكم طعمها حلو جدا. وبس كده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب وصفة النهاردة كمان تكون عجبتكم. رموش الست حلوة جدا، جربوها بجد لذيذة، ومن الوصفات السهلة البسيطة اللي كمان هتبقى حلوة جدا على سفرتنا في رمضان، ومن الحاجات الحلوة واللذيذة اللي مش هتاخد وقت كتير، وكمان هتبقى طعمها حلو جدا، والنتيجة كمان بتاعتها مضمونة وبجد لذيذة. جربوها هتحبوها جدا. استنوني ان شاء الله فيديوهات تانية جاية كتير على خير. ما تنسوش تشتركوا في قناتي لو لسه مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. وما تنسوش تعملوا لايك للوصفة الحلوة دي. شكرا لكم، سلام عليكم.